ميسي بيصارح زين الدين زيدان: لقد جعلتني أعاني كثيرا وأنا لاعب لبرشلونة. اكيد يا ابو الكباتن سمعت عن المقابله الاسطوريه اللي ما بين ميسي وزين الدين زيدان، واللي كانوا بيتبادلوا الاحترام الشديد لبعض. من ابرز تصريحاتهم الجميله ليونيل ميسي قال لزين الدين زيدان: انا معجب بيك جدا، لم نحظى بفرصه اللعب معا لكن تواجهنا قليلا، وبعد كده انت كمدرب وانا كلاعب، لكن دائما كنت بحترمك جدا ومعجب بكل اللي بتعمله. ومن الحاجات الجميله اللي قالها زيدان لميسي: صانع اللعب واللاعب رقم 10 لازم انه يكون متقدم على باقي اللاعبين في التفكير في الملعب. فزيدان قال لميسي: انا كنت متقدم على باقي اللاعبين بثانيه واحده، ولكن انت يا ليو متقدم على الجميع بفارق 3 ثواني. فهلا قلت لك يا ابو الكباتن انك تختار في فريقك لاعب واحد رقم 10 فيهم، هل يا ترى هتختار زين الدين زيدان ولا هتختار ميسي؟ مفاجأة من العيار الثقيل، ريال مدريد يرغب في ضم النرويجي هالاند من مانشستر سيتي. اكد الصحفي كارلوس كاريبو صحفي الماركا الاسبانيه ان النرويجي ايرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي اصبح خيارا حقيقيا لنادي ريال مدريد في صيف 2024. اذاعه كادينا سير الاسبانيه فجرت مفاجاه ان تراجع ريال مدريد عن فكره التعاقد مع مبابي، اصبح الخيار الاقرب والافضل للمرنج ريال مدريد هو هالاند. مفيش شك ان ريال مدريد سيسعى للتعاقد مع نجم كبير في الميركاتو الصيفي المقبل علشان يعوض بيه غياب كريم بنزيما، وان لم يكن مبابي فالبديل الامثل هو النرويجي ايرلينج هالاند. فانت كمدريد يا ابو الكباتن هل تتمنى تعاقد ريال مدريد مع مبابي ولا هالاند؟ ريال مدريد بينافس أرسنال على موهبة أيرلندية. ريال مدريد مؤخرا اصبح بيضم لاعبين شباب بتكلفه اقل، وده في ظل الارتفاع الجنوني في القيمه السوقيه لنجوم الصف الاول في اوروبا. صحيفه موندو دوبرتيفو الاسبانيه قالت ان ريال مدريد بيرغب في التعاقد مع النجم الايرلندي الشاب نجم الدين رازي، وهو من اصول جزائريه، صانع العاب فريق شمبروك روفرز. نجم الدين رازي بيلعب في خط الوسط وكمان كصانع العاب، وظهر بشكل مميز جدا مع فريق. ولكن الموضوع ابو الكباتن مش هيبقى سهل كده، لانه دخل في الصفقه كمان انديه كبيره من الدوري الانجليزي زي ارسنال وتشيلسي. فلو يا ابو الكباتن قلت لك تختار لي 3 لاعبين نفسك يضمهم ريال مدريد، يا ترى هيكونوا مين؟ لأول مرة فيرمينيو يكشف أسرار العلاقة السيئة بين صلاح وماني أيام ليفربول. فيرمينيو طلع مثقف ابو الكباتن واصدر كتاب جديد وحكى فيه عن علاقه محمد صلاح مع ساديو ماني في الفريق ايام يعني لما كانوا بيلعبوا في ليفربول، وقال ما كانوش ابدا افضل اصدقاء، احنا كنا عارفين على فكره، وان كل شخص ابقى كل شيء لنفسه. كان من النادر جدا يا ابو الكباتن انك تشوفهم بيتكلموا مع بعض. وكمل وقال: كنت اعرفهم جيدا افضل من اي شخص تاني، لان كنت على ارض الملعب في وسطهم. قال لك شفت بعيني التهجم ولغه الجسد وعدم الرضا لما كان بيغضب واحد على التاني، لقد شعرت بذلك. طبعا كلنا كنا حاسين بالمواضيع دي، بس دلوقتي فيرمينيو بياكدها وبقى وثائقي. فهل يا ابو الكباتن كان ساديو ماني حاسد لنجاح محمد صلاح، ولا صلاح كان اناني فعلا مع ماني؟ مشجع برازيلي من كتر حبه لمحمد صلاح مش هتصدق عمل ايه. من المعروف والمتداول حول العالم ان المشجعين بيسموا اسم ابنائهم على اسماء نجوم كرة القدم المفضلين ليهم، وده ظهر كتير يا ابو الكباتن في السنوات الاخيرة. اكدت قناة سبين ان مشجع متعصب لنادي ليفربول من دولة البرازيل اقنع زوجته بتسمية مولوده الجديد صلاح على اسم قدوته ولاعبه المفضل محمد صلاح. المشجع البرازيلي بيحب المصري محمد صلاح وبيعتبره اسطورته المفضلة، ومن شدة حبه ليه قرر تسمية طفله باسمه. فترى ابو الكباتن لو هتسمي اسم ابنك على اسطورة كرة قدم انت بتحبه، يا ترى هيكون اسمه ايه؟ انت تعرف ان برشلونة اكتر نادي مستفيد من قانون الليجا الجديد؟ اكدت صحيفة الموندو دوبرتيفو ان بعد ما ادارة الليجا الاسبانية قامت بتخفيف قواعد وقانون اللعب المالي النظيف، ان ده هيسمح للاندية فرصة لزيادة صرف الاموال في السوق الصيفي او الشتوي، وبالتالي زيادة التعاقدات عما كان عليه السنوات الاخيرة. وذكر التقرير ان اكتر نادي مستفيد من الموضوع ده هو برشلونة، واللي بيعاني حاليا انه تخطى اللعب المالي النظيف، وبالتالي سيتمكن من ضم صفقات جديدة. فلو قلت لك يا ابو الكباتن تختار لي 3 لاعبين نفسك يضمهم برشلونة، يا ترى هيكونوا مين؟ لاعبين افارقه رفضوا تمثيل منتخب فرنسا ومن ضمنهم لاعب عربي. انت اكيد يا ابو الكباتن عارف ان منتخب فرنسا كله متجنس، فنبدا بالمدافع العملاق في القاره السمراء السنغالي كاليدو كولوبالي، واللي رفض اللعب لمنتخب فرنسا وقرر انه يمثل منتخب السنغال. والعربي الجزائري رياض محرز، واللي رفض اللعب لمنتخب فرنسا وقرر انه يمثل منتخب الجزائر. والحارس السنغالي ادوارد مندي رفض اللعب لمنتخب فرنسا وقرر انه يمثل منتخب السنغال. والمهاجم المخضرم ديدي دروجبا رفض انه يمثل منتخب فرنسا وقرر انه يلعب لمنتخب كوتيفوار. والمهاجم الجابوني اوباميانج، واللي رفض اللعب لمنتخب فرنسا وقرر انه يمثل منتخب الجابون. فمين يا ابو الكباتن من اللاعبين دول كان نفسك تشوفه بقميص منتخب فرنسا؟ لاعبين يا خساره اعتزلوا بدري في سن مبكر من مسيرتهم الكرويه. المهاجم الارجنتيني سيرجيو اجويرو، واللي قرر الاعتزال وعنده 33 سنه، وعازف الليل مسعود اوزيل، واللي اعتزل وعمره 33 سنه، والبلجيكي ايدين هازارد، واللي قرر اعتزال كره القدم وعمره 32 سنه، واللاعب الويلزي جاريث بيل، واللي اعتزل كره القدم وعمره 33 سنه، والبرازيلي رونالدو الظاهره، واللي قرر الاعتزال وعنده 34 سنه، والاسطوره الفرنسيه زين الدين زيدان، واللي اعتزل كره القدم وعنده 34 سنه، والهولندي فان باستن، واللي قرر اعتزال كره القدم وعنده 28 سنه. فمين من اللاعبين دول يا ابو الكباتن كان نفسك يكمل لحد دلوقتي وهو بيلعب؟